حسين عموتة والفترة اللي فاتت والمباريات التحضيرية اللي شفناها له مع النادي الأهلي، هل هو المدرب اللي نأمل فيه كأهلوية أو هل هو اللي هنعول عليه بالكثير؟ من وجهة نظري الحسين عموتة مش شايف إنه ممكن ينجح مع النادي الأهلي. ليه؟ لأن حسين عموتة لو إحنا خدنا بالنا من كل النقاط اللي لعبناها في المباريات اللي فاتت وكل الحركات، حسين عموتة عنده تحفظ دفاعي كبير جدا، والأهلي بيلعب دايما كرة هجومية. عشان كده حتى في مباراة برشلونة لما اتفرجنا عليها بالامس كانت في مشاكل كبيره حتى في الخط الدفاعي اللي هو المفروض بيتميز فيه. فشل مع نادي الجزيره الاماراتي في الفتره الاخيره وتم اقالته قبل ما يجي للنادي الاهلي. وبالنسبه للنجاح اللي حققه مع المنتخب الاردني، المنتخب الاردني يا عزيزي بكل بساطه هو منتخب كان لسه يعتبر منتخب يعني في بدايته او في بدايه ان هو يفوق، فكان بيعتمد على التحولات اللي بيقدر يأديها حسين عموته. ولكن من وجهة نظري اعتقد ان هو ممكن يبقى تسلسل للمدربين اللي هم فشلوا المرحله الاخيره مع النادي الاهلي. اتمنى عكس ده، ولكن ده واضح. انا ما شفتش هجمات، ما شفتش تكتيك في الملعب، يعني انا مش فاهم هو بيلعب ازاي. من وجهه نظري لو انت بتلعب على التحولات الدفاعيه والتنظيم الدفاعي اللي بعد كده التحولات الهجوميه بشكل عام، فده انا برضو ما شفتوش. لو في تحفظ دفاعي او حتى بتقفل خطوطك كويس جدا ومقرر مدافعينك، ده برضو ما شفتوش. كل التوفيق للنادي الاهلي، وان شاء الله يخيب ظني الحسين عموته، ولكن اتوقع حسين عموته مش تيب النادي الاهلي.